الحياة عشان تفرحي فيها لازم تتعبي وتشتغلي كتير عشان تكسبي. أوقات كمان بتبقى عايزاكي تشتغلي أكتر على نفسك عشان تحبي طعم النجاح. صح يا تيتا، أنا هركز في البطولة اللي جاية وهجيب كمان الميدالية الذهبية. أنا واثقة من ده. هسيبك بقى تنامي وترتاحي دلوقتي عشان اليوم كان طويل قوي عليكي. ده وصل لك إزاي ده؟ الفيديو في كل حتة يا بابا، جروب المدرسة وفي زمايلنا مشيرين عندهم كمان. بقول لك ايه يا نور، اختك بقت ترند. نورة نفسيتها هتتأثر قوي لو شافت الفيديو ده، لازم ما تعرفش باللي حصل. واضح إن الفيديو منتشر في كل حتة، أكيد هيوصل لها. نورة نايمة وقافلة تليفونها، أنا بفكر نسحبه منها علشان ما تشوفهوش. صحابها أكيد هيقولوا لها، وبعدين إحنا لازم نعلمها تواجه. مش وقته. طالما بنتي ما غلطتش يبقى لازم ما تخافش من أي حاجة. بس للأسف دي حاجة هتسيب أثر جواها مع الوقت. اللي عايز أفهمه، مين من مصلحته يدمر نفسية نورة كده؟